هشرح فيه يعني غالبا للناس اللي في مصر اللي شافوا فيلم انترستيلر. هشرح الحاجات العلمية اللي في الفيلم بناء على طلب بعض أصحابي. أوكي، علشان نفهم الفيلم ده شغال ازاي، او يعني الحاجة لازم الاول نفهم المصطلحات العلمية اللي فيه، لان هو الفيلم اساسا مبني عليها. كريستوفر نولان اللي هو اللي عامل الفيلم اصلا استعان ب دكتور فيزياء مشهور جيب ثورن علشان يكتب السيناريو. فيعني السيناريو ده اللي مكتوب فيه يعني دكتور جامعة ريسيرشر في الفيزيكس، هو كتب السيناريو ده مع كريستوفر نولان. ف يعني نقطة ابتداء قبل ما نحكي الفيلم كان ماشي ازاي. يعني وان شاء الله ربنا يسهل، لان انا شفت الفيلم ده اول ما نزل فمن زمان قوي، فان شاء الله اقدر افتكر كل التفاصيل اللي في الفيلم. فاحنا نبتدي بالحاجات العلمية الاول نوضحها، وبعدين نشوف الفيلم ماشي ازاي. بصوا يا شباب، دلوقتي القصة ابتدت. طبعا معظم الحاجات اللي في الفيلم اينشتاين ليه دور فيها، فاحنا لازم نتكلم عن الجزء ده. ان شاء الله ايه يعني الموضوع يبقى بسيط. المهم دلوقتي كان في زمان 1700 ومش عارف كام، كان في نيوتن. وطبعا طلع القوانين بتاعته، والقوانين الشهيرة الثلاث قوانين بتوعه اللي درسناهم كلنا. طبعا غالبا معظم الناس مش فاكراهم يعني، بس مش مهم يعني، مش دي قضيتنا. والقوانين دي كانت شغالة. القوانين دي كان منها قوانين خاصة بالجاذبية، اللي هي تقدر من خلالها مثلا بناء على الجاذبية الأرضية والحاجات دي كلها تتنبأ بحركة الأجسام. الجسم ده هيبقى فين بعد 5 دقايق، بعد ساعة، بعد سنة. الجسم ده هيبقى موقعه فين بناء على سرعته واتجاه حركته والجاذبية الأرضية والكلام ده كله. جينا بقى في العصر الحديث، مش الحديث أوي يعني، أيام أينشتاين والجماعة دي. طبعا انا مش هدخل في تفاصيل كتير، يعني القصة فيها تفاصيل كتير قوي، بس انا هقول بس الحاجات الأساسية اللي تساعد على فهم الفيلم. آه لما ابتدينا نستكشف الفضاء، مش نسافر في الفضاء يعني بالتلسكوبات والحاجات دي، ونتابع حركة الأجسام اللي في الفضاء، الكواكب والنجوم والمذنبات والحاجات دي كلها. آه دلوقتي المفروض قوانين نيوتن شغالة زي الفل، شغالة معانا من ساعة ما نيوتن طلعها لغاية العصر الحديث، شغالة زي الفل. وكل الأجسام اللي بتتحرك على الكرة الأرضية بتتحرك بناء وتبعا للقوانين اللي نيوتن استنتجها. اللي لخبط الدنيا بقى العلماء لما ابتدوا يطبقوا القوانين دي على حركة الأجسام اللي في الفضاء، النجوم والكواكب والحاجات دي، لقوا إن الموضوع مش مظبوط، يعني النتائج ما بتطلعش صح. يعني المفروض لما نطبق القوانين بتاعت نيوتن على كوكب مثلا معين، المفروض القانون يطلع لنا الكوكب ده بعد مدة زمنية قد كذا هيبقى في المكان الفلاني. فالمفروض يعني المفروض القوانين تتنبأ صح وبدقة، لأنها شغالة معانا على كوكب الأرض عادي. ف القانون القوانين بتاعت نيوتن لما جم يطبقوها لقوها مش شغالة على الأجسام السماوية اللي في الفضاء. ما بتتنبأش بمكانهم بدقة بناء على حركتهم والجاذبية والحاجات دي. فكان في حاجة غلط يعني. وده كان أحد الحاجات اللي بتؤرق أينشتاين. يعني كان يعني ببساطة كده كان متضايق نفسيا من الموضوع، ان القوانين اللي طلعها نيوتن اللي بتحكم حياتنا كلها، اللي الناس كلها كانت
واخدها من المسلمات وان دي حاجات اساسية في حياتنا كلها، طلعت مش شغالة على مستوى الكون كله. كان واضح انها شغالة بس على كوكب الارض. فكان في حاجة غلط، يعني ازاي القوانين دي شغالة بس على كوكب الارض ومش شغالة في اي حتة تانية؟ فمن هنا بقى بدأ البحث يعني يشتغل، والناس بدأت تفكر، وخصوصا يعني اينشتاين، وابتدوا يشتغلوا بقى على الحتة دي. آه، احد الحاجات بجانب الجزء ده، يعني احد الحاجات اللي كانت بتشغل العلماء لفترة كبيرة، وهي احد الحاجات الاساسية في نظرية النسبية، واحد الحاجات الاساسية طبعا في اللي حصل في الفيلم، الجاذبية. ايه المشكلة في الجاذبية؟ الجاذبية احنا طبعا عارفينها ودرسناها قبل كده كتير، اللي هي قوة زيها زي اي قوة تانية العالم اللي احنا عايشين فيه، بس يعني هي مختلفة في حاجة واحدة. هي قوة بتشد الناس للجسم اللي صاحب الجاذبية، اللي هو مثلا كوكب الأرض. قوة الجاذبية هي عبارة جاذبية الأرض هي عبارة عن قوة بتشد الأجسام ناحية كوكب الأرض. احنا عارفين الكلام ده كله ودرسناه ومية مية. آه المشكلة بقى في ايه؟ ايه الفرق بين الجاذبية مثلا، قوة الجاذبية، ومثلا قوة الدفع، قوة الضغط، اي قوة من القوى اللي موجودة واللي احنا درسناها قبل كده. الفرق الوحيد واللي كان تقريبا مجنن العلماء ايامها، يعني ان قوة الجاذبية هي القوة الوحيدة في الكون اللي بتأثر على الأجسام من غير ما تلمسها. يعني بمعنى، أنا علشان أأثر على جسم معين بقوة دفع، تمام، عندي قدامي مثلا عربية وعايز أدفعها، لازم ألمسها، لازم الجسم اللي هيدفع، الجسم اللي هيسبب قوة الدفع، يلمس الجسم اللي هو هيأثر عليه بقوة الدفع. تمام، ده حاجة طبيعية. عايز أأثر على جسم بقوة ضغط، لازم الجسم اللي هيضغط يلمس الجسم اللي هو هيضغط عليه، ده طبيعي. قوة الجاذبية هي القوة الوحيدة اللي بتقدر تأثر على أجسام تانية من على بعد. وده كان مجنن العلماء. إزاي؟ يعني اللي نفهمه إن أنا عشان أأثر على جسم بقوة معينة مهما كان نوعها، لازم يحصل تلامس بين الأجسام دي، لازم يحصل تلامس بين الجسمين، الجسم المسبب للقوة والجسم اللي هيتأثر بالقوة، ما عدا قوة الجاذبية. فدي كانت مجننة الناس. ازاي يعني قوة الجاذبية؟ ازاي الأرض، ازاي كوكب الأرض بيقدر يشدني لما مثلا أنط في الهواء، بنزل تاني، برجع تاني على الأرض بسبب قوة الجاذبية، وإلا من غير قوة الجاذبية هفضل طاير في الهواء. ازاي كوكب الأرض بيشدني من غير ما يكون في حاجة مادية بيني وبينه؟ فدي كانت أحد أكتر الحاجات اللي محيرة الناس، لغاية ما أينشتاين طبعا من ضمن الحاجات العبقرية الكتير اللي هو عملها. وانسوا حوار يعني بمناسبة ان احنا بنتكلم في الموضوع ده، وخصوصا يعني الناس اللي انا عامل الفيديو ده عشانهم، الناس اللي طالبينه مني بالذات، انسوا حكاية ان اينشتاين كان فاشل في الدراسة وبعدين بقى عبقري والكلام ده. دي كلها يعني اشاعات او قصص. الحقيقة ان اينشتاين اساسا طول عمره هو ذكي، وهو وهو بيدرس يعني كان طول عمره عبقري في الرياضة والتفاضل والتكامل والحاجات دي كلها. فانسوا الكلام ده. المهم، من ضمن الحاجات اللي اينشتاين اكتشفها وغيرت تقريبا نظرة الفيزيائيين ناحية الكون كله، السبيس تايم، او يعني لما بيجوا يترجموها في العربي في الكتب العربي بيسموها الزمكان. الزمان والمكان يعني. آه ممكن تكونوا سمعتوا المصطلح ده قبل كده في فيلم، في رواية، في اي حاجة. آه
اللي عايز يفهم التفاصيل قوي، انا زي ما قلت مش هتكلم بتفاصيل كتير، هو صحيح ممكن يبقى الكلام كتير بس دي الحاجات اللي لازم تعرفوها علشان تفهموا الفيلم. بس في تفاصيل تانية كتير اللي عايز يعرفها في كتاب اسمه النظرية النسبية، اينشتاين هو اللي كاتبه بنفسه، بيشرح فيه النظرية النسبية بمنتهى البساطة. ما شفتش في حياتي حد بيشرح نظريات بالبساطة اللي هو كان بيشرح بيها في الكتاب، وفي منه نسخ مترجمة في مكتبة الأسرة اللي عايز يقراه، يعني حاجة بسيطة جدا. المهم آم، كنت بقول ايه؟ اه آه الزمكان او السبيس تايم. ده عبارة عن ايه؟ اينشتاين استنتج ان علشان جسم يأثر على جسم تاني بجاذبية وللعلم بالشيء، يعني هو يعني مثبت علميا ان كل الاجسام ليها جاذبية. بمعنى ان الماوس ده ليه جاذبية بيأثر عليا، يعني الماوس ده بيشدني ناحيته بجاذبية بقوة معينة، وانا ليا جاذبيه باثر بيها على الماوس ده، بشده ناحيتي بقوه جاذبيه معينه، وقوه الجاذبيه بتتناسب مع يعني حجم الجسم او كتلته، يعني آه، كتله الجسم، سوري. بس ليه مثلا انا واضح طبعا ان انا اكبر بكتير من ناحيه الكتله، يعني مقارنه بالماوس ده. طب ليه ما بيتشدش ناحيتي ما دام انا ليا جاذبيه؟ الفكرة إن الجاذبية بتاعة الأرض قيمتها أكبر بكتير جدا من الجاذبية بتاعتي والجاذبية بتاعة الماوس ده. فقوة الجاذبية بتاعتي على الماوس، تمام، تقريبا ملهاش أي وجود مقارنة بالجاذبية بتاعة الأرض على الماوس. فهو بيتأثر بجاذبية الأرض أكتر من الجاذبية بتاعتي. بس يعني خلونا حاطين في الاعتبار إن أي جسم ليه كتلة ليه جاذبية، تمام. بس لما يكون في أجسام تانية حواليه الجاذبية بتاعتها أكبر بكتير جدا من جاذبيته، فالجاذبية بتاعت الجسم ده ما بتأثرش على أي حاجة. تمام. آه فدي نقطة. طيب أينشتاين بقى فسر موضوع الجاذبية إزاي جسم بيقدر يأثر على على جسم تاني بعيد عنه بقوة الجاذبية بدون ما يلمسه أو يبقى في بينهم رابط مادي معين، اللي هو السبيس تايم. السبيس تايم ده عبارة عن نسيج، تمام، متكون منه الكون كله. يعني الكون احنا دايما بنقول ان الفضاء والكون والمسافات اللي بين الكواكب والنجوم والحاجات دي فراغ، تمام. بس هي مش فراغ قوي، هي معمولة من حاجة اينشتاين سماها سبيس تايم. يعني السبيس تايم ده مش مصطلح خاص بالسفر في عبر الزمن والحاجات تايم ترافل والحاجات دي لان في ناس كتير كانت فاهمه كده وانا منهم، كنت فاهم ان كلمه سبيس تايم دي ليها علاقه بالتايم ترافل والكلام ده. بس سبيس تايم ده اسم هو سماه للماده، يعني ده اسم ماده، سبيس تايم ده اسم الماده اللي معمول منها الكون كله، تمام. الفراغ يعني اللي احنا بنقول عليه فراغ معمول من المادة دي. هي غير مرئية، احنا مش شايفينها. طيب ايه علاقة الموضوع ده بال بالجاذبية؟ فلنتخيل ان حتة القماشة دي هي السبيس تايم، تمام. طب في فيديو جميل جدا جدا في حاجة استندات كده معمولة بطريقة معينة بتتباع حتى اونلاين. ساعات كتير مدرسين الفيزياء ودكاترة الفيزياء بيشتروها عشان يشرحوا الموضوع ده للطلبة في الكلية وفي المدارس. وفي اللينك بتاع البوست اللي هنشر فيه الفيديو ده هحط اللينك للفيديو بتاع السبيس تايم. في بروفيسور بيشرح، أستاذ فيزياء يعني، بيشرح لطلبة السبيس تايم على الستاند اللي بقولكوا عليه ده. المهم حاجة مبسطة لغاية ما تشوفوا الفيديو ده يعني. فلنتخيل ان حتة القماشة دي هي السبيس تايم، فلنتخيل ان هي دي الكون كله، تمام. انا مثلا لو جيت فلنفترض ان ادي القماشة اهي، ان ده مثلا جسم معين، كوكب الارض مثلا،
تمام. لما احطه في القماشه دي كده، لو افترضنا ان القماشه دي كانت مفروده، تمام، اول لما احط الماوس ايه اللي هيحصل؟ طبعا انا مأثر عليها بقوه شد من ناحيتين، انما السبيس تايم الفعلي اللي في الكون هو يعني موجود كده، والاجسام بتسبح جواه، فمش متأثر بقوه شد زي اللي انا مأثر عليه. فالطبيعي ان لما جسم تقيل كتلته كبيره زي الماوس ده كده مثلا بالنسبه للقماشه، يتحط في وسط السبيس تايم ده، اللي بيحصل المكان المكان اللي الجسم ده موجود فيه بيبقى كيرفد كده، تمام، فبيسموه سبيس تايم كيرف، تمام، والباقي بيبقى مفرود بس بيبقى فيه كيرف. الكيرف ده بيبقى بسيط او كبير بناء على كتلة الجسم اللي محطوطة فيه، تمام. طيب ايه اللي هيحصل؟ طبعا الاجسام السماويه معظمها يعني كرويه، بغض ان مش هتفرق كتير يعني في الحته دي، بس تخيل، انا بقول لكم حته كرويه دي علشان تتخيلوا على المثال اللي انا ماسكه ده. انا مش هعرف اعملها دلوقتي وانا ماسك القماشه دي كده، بس لو شفتوا الفيديو اللي انا هحط اللينك بتاعه هتبقى ظاهره قوي. لو جبت بليه مثلا، لو القماشه دي متعلقه كده، وقمت جبت بليه وحركتها او حطيتها على القماشه بعيد عن الكيرف ده، يعني حطيتها في مكان مستوي، يعني افترضنا ان القماشه دي كبيره قوي، تمام، والماوس ده عامل الكيرف ده في النص، بس بقيه القماشه بقى مستويه عادي ما فيهاش كيرف ولا حاجه، الحته بس اللي حوالين الماوس دي هي اللي فيها الكيرف ده. لو جبت بليه صغيره وحطيتها في مكان بعيد عن الكيرف ده، خلاص عادي، والبليه ذات نفسها خلوا بالكم، البليه ذات نفسها هتعمل كيرف هي كمان صغير في المكان اللي هي محطوطه فيه، تمام. طيب لو انا البليه دي اتحركت وجت في الكيرف ده، ايه اللي هيحصل؟ البليه هتتشد، هتنزل في الكيرف وتفضل تلف لو هي حركه دائريه طبعا زي معظم الاجسام السماويه، هتفضل تلف جوه الكيرف ده ومش هتعرف تخرج منه، تمام. طيب لو افترضنا ان الجسم التاني مش بليه، لو افترضنا ان هو جسم كبير اكبر من كتلة الماوس ده، ايه اللي هيحصل لو الجسم ده قرب من الكيرف اللي فيه الماوس؟ طبعا الجسم ده بما انه اتقل من الماوس، فهيعمل في حتة القماشة دي هيعمل كيرف اكبر من الكيرف اللي الماوس عامله. فلو الجسم ده قرب من الماوس، او الماوس قرب من سوري، لو الجسم ده قرب من الكيرف بتاع الماوس، او الماوس قرب وهو بيتحرك يعني قرب من الكيرف بتاع الجسم الكبير التقيل ده، اللي هيحصل ان الماوس قوة الجاذبية بتاعته او الكيرف اللي هو عمله في السبيس تايم مش هيفرق قوي مع الكيرف بتاع الجسم التقيل. فايه اللي هيحصل؟ الماوس ده هينزل في الكيرف بتاع الجسم التقيل ويبتدي يتحرك او يرتبط بالمكان ده، تمام، لانه قرب من جسم جاذبيته كبيرة. فبناء على نظرية اينشتاين دي، قوة الجاذبية تم إعادة تعريفها بإنها الكيرف اللي الجسم عامله في السبيس تايم فابريك، النسيج، حتة القماشة اللي بتمثل السبيس تايم، الكيرف اللي الجسم ده عمله لما اتحط في المكان ده، هي دي قوة الجاذبية، تمام. فدلوقتي الموضوع بقى اتفسر، هو ما بقتش قوة خفية او بتشد الاجسام من على بعد، ده هي بتأثر عليها بنسيج مادي اسمه سبيس تايم. طيب طبعا ممكن تكونوا فهمتوها، ممكن ما تكونوا ما فهمتوهاش من الشرح بتاعي، بس اللينك اللي انا هحطه اللي فيه الفيديو التاني في تجربة فعليا قدام عينيكم، قدام الطلبة اللي في الفيديو يعني، وبيوضح الفكرة بشكل اشيك بكتير يعني. المهم، طيب ده بالنسبة لقوة الجاذبية، وهي احد اهم العناصر في النظرية النسبية وبالتالي في الفيلم. طيب ايه بقى موضوع، ودي النقطة بقى اللي تعبى معظم الناس اللي ما قدرتش تستوعب الفيلم او اللي عندها مشاكل مع الفيلم يعني، من ضمن او احد اكبر المشاكل اللي معاهم هي الحتة دي اللي هي النسبية، او الفرق اللي بيسموها في نظرية النسبية time dilation.
التايم دايليشن اللي هي ان مثلا الساعة في الكوكب ده بتعدي 7 سنين على كوكب الارض والكلام ده. طيب الحتة دي طلعت ازاي، او يعني سببها ايه، النظرية العلمية اللي وراها. بدون الدخول في تفاصيل النسبية الخاصة والعامة بتاعت اينشتاين، انا هقول بس الحاجات الضرورية لفهم النقطة دي لان الموضوع كبير يعني. آم، دلوقتي احنا وصلنا 20 دقيقة، ماشي. الفيديو طول مني بس كان في حاجات ما ينفعش تتفوت. المهم التايم دايليشن اولا هي مش عشان في ناس كتير فاهمه الحته دي غلط. التايم دايليشن مش طبعا يعني معظم الناس اللي درست فيزياء سواء في ثانويه عامه او في كليه او كده المفروض يعني الناس عارفه الفرق بين النظريه والحقيقه العلميه. النظريه هي نظريه ممكن تكون يعني وراها حاجة رياضية مثلا، قوانين رياضية أو حاجة، بس هي نظرية. اللي يحولها من نظرية لحقيقة علمية إنها يتم إثباتها بتجربة أو بدليل يقطع الشك، بدليل لا يقبل الجدل. تمام. فهي مش نظرية لسه خيال علمي أو لسه يعني مش متأكدين منها، لا هي واقع. التايم دايليشن ده موجود وبيحصل فعليا، وبيحصل في حياتنا احنا كل يوم. ازاي؟ عارفين طبعا الطلبة اللي في كمبيوتر ساينس هيبقوا فاهمين الكلام ده. فانا هشرحه برضه علشان لو في حد تاني شاف الفيديو ده غيرهم. انا يعني الناس اللي طلبت مني الفيديو ده طلبة في كمبيوتر ساينس عزاز عليا. ف المهم الجي بي اس بيشتغل ازاي؟ بالساتلايت. تمام. الموبايل بتاعك او الديفايس اللي فيه جي بي اس عايز يحدد اللوكيشن بتاعه بالنسبة للعالم، بيستقبل وبيبعت اشارات. يعني مش بيبعت، هو بيبعت ريكوست لمحطات موجودة معانا على كوكب الارض. المحطات دي بتستقبل الاشارات من الساتلايت. تمام. طيب لما اول ما جم يعملوا الموضوع ده، تمام، الساتلايت ده بيتحرك في الفضاء الخارجي. تمام. فالجاذبية اللي هو بيتأثر بيها، تمام، من الأجسام اللي حواليه ومن كوكب الأرض، بس هو بعيد شوية عن كوكب الأرض عننا فما بيتأثرش بالجاذبية بتاعته زي ما احنا بنتأثر بيه، لأن هو في حتة عالية شوية من الكيرف فمش متأثر بالجاذبية قوي. الساتلايت ده بيتأثر بقوة جاذبية غير اللي احنا متأثرين بيها. تمام. فبالتجربة أول ما جم يطبقوا موضوع الجي بي اس أو يعني السيجنالز بتاعت الساتلايت عموما، لقوا إن في فرق زمني. هو بسيط جدا لأن الفرق في الجاذبية بيننا، الفرق في قوة الجاذبية اللي احنا متأثرين بيها هنا على كوكب الأرض، على سطح كوكب الأرض، والجاذبية اللي الساتلايت متأثر بيها حوالين كوكب الأرض، الفرق مش كبير قوي يعني مش زي الفرق مثلا بين لما نكون هنا على الأرض وجسم عند القمر مثلا. تمام. يعني هو لسه الساتلايت بعيد عننا شوية بس لسه حوالين كوكب الأرض في الغلاف الجوي يعني. فالفرق مش كبير قوي. ففي لاحظوا ان في الاشارات اللي بتتبعت في فرق، هو فرق بسيط جدا. انا مش عارف القيمه، مش فاكر القيمه صراحه يعني، بس في فرق زمني بسيط جدا. المفروض مثلا ان الاشاره وصلت لنا انها طلعت من الساتلايت من ثانيه مثلا انا هقول مثلا ارقام على سبيل المثال كده، بس مش لازم تبقى هي الارقام الحقيقيه لان انا مش فاكر القيم الحقيقيه. الإشارة طلعت من الساتلايت من ثانية مثلا، وصلت لنا بعد المفروض تكون وصلت لنا بعد ثانية من طلوعها من القمر الصناعي، وصلت لنا مثلا ثانية وكسر مثلا جزء من 10 أجزاء من الثانية أو حاجة زي كده. فما كانش ليها سبب واضح. فلما دوروا في الموضوع ده لقوا إن هي سببها التايم دايليشن، لأن الجاذبية اللي الساتلايت فوق بيتأثر بيها غير الجاذبية اللي احنا متأثرين بيها هنا. فده بيخلي الوقت بالنسبة
للساتلايت بيعدي بمعدل غير الوقت اللي بيعدي علينا هنا. تمام. ف بدون الدخول في تفاصيل، اللي عايز يعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده من كتاب اينشتاين، وفي فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب. آه النظرية مفادها ايه، او الملخص بتاعها ايه يعني، او يعني هي مش نظرية خلاص، هي حقيقة علمية يعني. الجسم كل ما يبقى جاذبيته اكبر، تمام، بيخلي الاجسام اللي حواليه الوقت يعدي عليها بسرعة. الوقت بيعدي عليها أبطأ من الأجسام اللي جاذبيتها قليلة. يعني بمعنى، أنا لو موجود على كوكب الجاذبية بتاعته شديدة جدا، تمام، جاذبيته ضخمة، تمام، وفي واحد تاني موجود على كوكب الجاذبية بتاعته أقل بنسبة كبيرة، يعني مش أقل حاجة بسيطة، لأ. على القمر مثلا، تمام، واحد مثلا موجود على القمر وانا مثلا موجود على كوكب جاذبيته كبيره جدا، تمام. آه الوقت هيعدي عليا انا ابطأ من الوقت اللي هيعدي عليه، تمام، اللي هي زي ما حصلت في الفيلم. الكوكب اللي هم كانوا عليه، الساعة اللي بتعدي عليهم في الكوكب ده بتعدي على الناس اللي هنا على كوكب الأرض 7 سنين، تمام. فده التايم دايليشن. فالتايم دايليشن ده بيحصل ليه؟ بسبب الجاذبية. ليه بقى بسبب الجاذبية؟ ايه علاقة الزمن اساسا؟ ودي حتة انا مع الناس اللي محتارة في الحتة دي. انا عارف ان الفيديو طول قوي، بس هعمل ايه؟ الناس طلبت مني اشرح لها الحاجات دي، والحاجات دي مش بسيطة يعني. انا بحاول اجيب القشور بس في تحتها حاجات تانية كتير. كنت بقول ايه بقى؟ ايه علاقة الزمن وانا مع الناس في الحتة دي ان هم يتلخبطوا فيها. هي بصراحة اتلخبط ناس كتير، وانا اول ما ابتديت اقرا في المواضيع دي من زمان كان الحتة دي ملخبطاني. ايه علاقة الزمن بالجاذبية؟ الزمن ده وقت بيعدي علينا يعني، مش حاجة ملموسة. فايه علاقته بالجاذبية؟ تمام. طبعا احد النتائج بتاعت النظرية النسبية، واحد أهم نتائجها العلمية على الإطلاق، إن تم إثبات إن الزمن هو كمان نسبي، تمام؟ يعني الزمن مش مطلق، تمام؟ الحاجة الوحيدة اللي طبعا للنظرية النسبية، لأن في ناس لها رأي آخر يعني، طبعا للنظرية النسبية الحاجة الوحيدة اللي ثابتة وما بتتغيرش ما بتغير المكان والزمان والجاذبية وأي حاجة هي سرعة الضوء، تمام؟ طب في ناس تانية لها رأي تاني إن يعني سرعة الضوء ممكن تتغير، بس هي النظرية النسبية قايمة على كده، إن سرعة الضوء هي الثابت الوحيد في الكون كله، تمام؟ طيب سرعة الضوء أو يعني الضوء عموما، تمام، هو اللي بيحدد لنا الزمن. الناس اللي في كليات علوم اللي بيدرسوا فيزياء بالذات يعني هيبقوا اكيد يعني عارفين الكلام ده. اللي هيقرا في التفاصيل قوي هيوصل ان الزمن بيعدي علينا بناء على الضوء، يعني ليه علاقة بالضوء او بسرعة الضوء، تمام. احنا الشخص اللي موجود في مكان، اللي موجود مثلا على كوكب الجاذبية بتاعته شديدة قوي، بيشوف ان الضوء لو مثلا في شعاع ضوء معدي قدامه، لو هو مثلا هيقدر يشوفه. دي طبعا تجربة تخيلية، انك تشوف شعاع ضوء وهو ماشي. طبعا من سرعة الضوء الشديدة انت يعني ده ما بيحصلش في الواقع، بس هي تجربة تخيلية علشان يثبت لك بيها النظرية يعني. هيشوف شعاع الضوء ماشي بسرعة أقل. الكلام ده كله مثبت بعلاقات رياضية، تمام، بس طبعا ما اقدرش يعني اوريها لكم قدامكم. بس في فيديوهات كتير، وخصوصا على الشانل بتاعت تيد وتيد إديوكيشن والحاجات دي، هتلاقوا عليها حاجات كتير في الموضوع ده. المهم هيشوف شعاع الضوء بيعد. واينشتاين في كتابه
قايل التجربة دي بشكل أبسط من كده بكتير كمان على قطر. تمام، واحد واقف على محطة القطر، واقف ما بيتحركش، واحد تاني راكب جوه القطر والقطر بيتحرك بسرعة. فهو أثبت بالمعادلات الرياضية إن الوقت بالنسبة للشخص اللي الشخص اللي راكب جوه القطر بيعدي بمعدل أكتر من الشخص اللي واقف على المحطة، سوري، يعني بمعدل مختلف عن الشخص اللي واقف على المحطة. تمام. فهي نفس الفكرة. الشخص اللي موجود في مكان ليه جاذبية معينة بيشوف شعاع الضوء بيعدي قدامه بسرعة معينة. تمام. الشخص اللي موجود في جاذبية تانية مختلفة، سواء جاذبية أكبر أو أقل، طبعا أكبر بكتير أو أقل بكتير، بيشوف شعاع الضوء بيعدي بسرعة مختلفة عن السرعة اللي التاني شافها بيها. وبما إن نظرية، طبعا نظرية النسبية، إن سرعة الضوء ثابتة ما بتتغيرش. تمام. يبقى الوقت اللي بيعدي على الشخص اللي في المكان الأولاني بيعدي بمعدل مختلف عن الوقت اللي بيعدي عن الشخص اللي في المكان التاني، لأن الوقت هما اللي بيقيسوا بيه السرعة. أنت بتقيس السرعة إزاي؟ لما الجسم يتحرك من نقطة ألف لنقطة ب، أنت بتقيسها، بتشوف الوقت اللي هو خد فيه المسافة دي. تمام. عشان بالطريقة دي أنت بتقيس سرعته، عشان كده الوقت متعلق بالسرعة. فالشخص اللي موجود في المكان الاولاني شاف الضوء اتحرك من النقطة دي للنقطة دي في زمن قد كذا بالنسبة له هو طبعا، فيبقى سرعة الضوء كذا. الشخص التاني نفس الكلام. تمام. ف بما ان سرعة الضوء ثابتة اساسا ما بتتغيرش، هي ثابتة بالنسبة للشخصين. تمام. يعني هما ممكن يكونوا شايفينها حاجة تانية، بس هي ثابتة. سرعة الضوء ثابتة بالنسبة للشخص ده وثابتة بالنسبة للشخص ده. تمام. فدي نقطة مهمة. فبما انها ثابتة بالنسبة للشخصين، تمام، وما بتتغيرش باختلاف الاماكن او الزمان او الجاذبية، يبقى مفيش قدامنا استنتاج تاني غير ان الوقت، تمام، الزمن بيعدي بالنسبة للشخص ده بمعدل غير الشخص التاني. تمام. فدي علاقة الزمن بالجاذبية بسرعة الضوء بالكلام ده كله. طبعا احنا عدينا النص ساعة، انا اسف، ممكن تتفرجوا على الفيديو ده على اجزاء يعني براحتكم، بس انا كان لازم اقول الكلام ده كله. المهم، في حاجات تانية كتير كان نفسي اتكلم فيها، بس يعني انا حابب المواضيع دي، بس يعني ملهاش علاقة بالموضوع بالفيلم. نيجي بقى للفيلم. طبعا انا يعتبر خلاص فسرت الحتة بتاعة التايم دايليشن، ازاي الوقت كان بيعدي عليهم في الكوكب الاولاني اللي هم راحوه. في الساعة كانت بتعدي عليهم، كانت بتعدي 7 سنين على كوكب الارض. تمام. هي الفكرة اللي احنا اتكلمنا فيها دي. النقطة التانية في الفيلم اللي هي الورم هول، او لو ترجمناها عربي الثقب الدودي. تمام. ده عبارة عن ايه؟ ده طبعا ده برضو تبع اينشتاين. اوكي، دلوقتي كان الاول الناس فاهمة ان الكون مسطح. هي القماشة وديناها فين؟ ان الكون مسطح كده. تمام. اوكي، عامل مثلا برضو الورقة دي هتبقى افضل يعني. عامل زي الورقة دي كده، فلات، الكواكب والنجوم وكل حاجة موجودة، والكون بيتمدد. تمام. الناحية دي والناحية دي وفي كل حتة يعني، بس هو مسطح. تمام. في رأي تاني وده تبع اينشتاين، ان الكون مش مسطح، ان الكون في يعني واخد شكل كيرف، بمعنى ان الكون عامل كده. طبعا هي الحتة دي اتشرحت في الفيلم، في مشهد في الفيلم الراجل مش فاكر اسمه بصراحة، الراجل اللي هو الزنجي اللي في الفيلم كان بيشرحها لحد تاني، فهي مشروحة بنفس الطريقة اللي انا هشرحها بيها، لان هي دي الطريقة، ابسط طريقة يتشرح بها الموضوع ده. فالنظرية بتقول ان الكون عامل كده مش مسطح، الكون عامل كده. مثلا احنا هنا كوكب الارض مثلا في الحتة دي، والشمس ومش عارف ايه والحاجات دي، والاجسام التانية كده. هتقول لي طب ازاي احنا ما بنحسش بالكلام ده؟
ده نفس السؤال، او يعني اللي هيسأل السؤال ده بيفكر بنفس المنطق اللي الناس زمان لما كانوا بيقولوا لهم ان الكرة الارضية مدورة، كانت الناس فاهمة ان الكرة الارضية مسطحة. اكيد معظم الناس عارفة الكلام ده، اللي ما يعرفوش من الدراسة يعرفوا من الافلام. كان زمان قوي فاهمين ان الكرة الارضية مسطحة، تمام. فلما الناس ابتدت تقول ان الكرة الأرضية مدورة، تمام، الناس قعدوا يهاجموهم، وكان في ناس بتفكر بمنطق طب ازاي الناس اللي تحت مثلا هنا مش حاسين او مش يعني ما عندهمش اي مشاكل في الموضوع ده. فهو نفس المنطق. الفكرة ان ملهاش علاقة. الاجسام اللي هنا ينطبق عليها نفس القوانين بتاعت الاجسام اللي هنا، والدنيا ماشية، تمام. طيب عشان اوصل من هنا، احنا مثلا نفترض ان كوكب الارض في المكان ده، تمام. عشان اوصل من هنا لمكان او لكوكب مثلا او مجرة او اي حاجة موجودة هنا، الطريق هروح ازاي؟ طبعا حد يقول لي نمشي من هنا اهو. لا، انا هفترض يعني ان الورقة دي ممتدة الى ما لا نهاية، يعني نفس المسافة من هنا هي نفس المسافة من هنا. همشي ازاي؟ الطبيعي ان انا هطلع من كوكب الارض وافضل ماشي كده كده كده، تمام، وامشي كده لغايه ما اوصل للمكان اللي انا عايز اروح، تمام. اينشتاين قال ان ممكن يبقى فيه شورت كات، ان ممكن يبقى فيه طريق يختصر المسافه دي، بدل ما امشي المسافه دي كلها واخد ملايين او مليارات السنين الضوئيه عشان اوصل من هنا لهنا. لا، ممكن يبقى فيه حاجه اللي هم يعني العلماء بيسموها ورم هول او الثقب الدودي. زي شارع جانبي، طريق مختصر، عبارة عن فتحة في الفابريك اللي احنا بنقول احنا متفقين دلوقتي خلاص ان الكون ده كله، المكان، الكواكب والحاجات دي كلها بتسبح فيه، معمول مش فراغ زي ما احنا كنا فاهمين، معمول من مادة اسمها سبيس تايم، تمام. ففكرة الورم هول مبنية على فكرة السبيس تايم، تمام. ان في مكان معين في المادة دي، في حتة القماشة، تمام، في الورقة دي اللي هي السبيس تايم، في مكان معين فيه خرم، تمام. الخرم ده بيوصل للناحية التانية. فانت لما تدخل في الخرم ده، هو طبعا دي بيسموها خلل في السبيس تايم فابريك، تمام. ان المفروض السبيس تايم فابريك ممتد على مساحة الكون كله. فطبعا الورم هولز دي مش يعني، هي ما زالت نظريه، يعني مش حقيقه علميه. لا حد اكتشفها، لا حد لقى ان في ورم هول فعلي، ولا حد عرف يكريت ورم هول بشكل صناعي يعني. هي ما زالت نظريه، تمام. بس هي فكرتها كده ان ممكن يبقى في خلل في مكان معين في السبيس تايم فابريك، حته القماشه، حته الورقه، بيخليك توصل من مكان للناحيه التانيه من الكون في وقت اقل بكتير جدا من لو هتاخد المسافه كلها، تمام. فدي الحته بتاعه الورم هول. اللي ما كانش فاهم الورم هول ده عباره عن ايه، طبعا الورم هول ده طلع في يعني هو عباره عن ماده خصبه لافلام الخيال العلمي، بس يعني اللي ما كانش فاهم الورم هول ده عباره عن ايه او بيشتغل ازاي، فهو الحته دي اتمنى ان هو يكون فاهمها من الكلام ده. يعني حته تايم دايليشن والحاجات دي كلها لو ما فهمتوهاش مني شوفها من اي فيديو تاني على اليوتيوب. بس حته الورم هول هي شرحها كده، اي حد هتلاقوه بيشرح الورم هول هتلاقوه بيشرحها بالمثال بتاع الورقه اللي فيها خرم. فهي اساسا موضوع بسيط، ما اعتقدش ان هو معقد يعني. بس هو علشان كنت اقول لكم على حته الورم هول، لان الورم هول معتمد على موضوع السبيس تايم فابريك، فبالتالي كان لازم تبقوا فاهمين يعني ايه سبيس تايم. طيب فاحنا كده اتكلمنا عن جزء الورم هول اللي في الفيلم، اتكلمنا عن جزء التايم دايليشن، ازاي كان الوقت بيعدي عليه هنا ساعة يعدي هنا 7 سنين وهكذا. نيجي بقى للجزء المعقد اللي في الفيلم. في ناس كتير كان عندها خلفية عن المواضيع دي قبل كده وما كانش عندها مشاكل، او حتى لو ما عندهمش خلفية فهم اتعاملوا مع موضوع التايم دايليشن والورم هول في افلام ساي فاي كتير قوي،
تمام. الموضوعين دول بالذات اتحرقوا في افلام كتير قوي، فحتى الناس اللي ما كانتش فاهمه النظريه العلميه اللي ورا الموضوعين دول، الورم هول والسبيس تايم فابريك والتايم دايليشن، ما كانش عندهم مشكله، لان هم شافوها في افلام كتير قوي، فخلاص اتعودوا عليها، حتى لو هم مش فاهمين هي ان النظريه العلميه اللي موجوده وراها، فيعني ما عندهمش مشكله، اتعودوا عليها من افلام كتير قوي. الجزء بقى اللي عامل مشكله مع ناس كتير جدا، اللي هو اخر حته في الفيلم اللي هو التسراكت، تمام، اللي هو المكان لما دخل جوه البلاك هول والكلام ده كله. طيب بالنسبه للبلاك هول، اعتقد يعني ان معظم الناس عارفه المعلومه دي، بس هوضحها برضو، ممكن يبقى في ناس مش عارفاها او ما قريتش عنها قبل كده. البلاك هول، ايه هو البلاك هول؟ البلاك هول موضوع بسيط يعني، مش هياخد وقت يعني ان شاء الله، الفيديو طول قوي وانا جوعت. آه المهم، البلاك هول، البلاك هول عبارة عن ايه؟ النجوم ليها اعمار، تمام. اعتقد معظم الناس عارفة ان النجم عبارة عن شوية هيدروجين، تمام، ذرات هيدروجين كتير. ذرات الهيدروجين دي لما في ضغط وحرارة عالية زي اللي موجودين في النجوم، بيحصل بينها تفاعل نووي، تمام، فبيحصل انفجار نووي، فبيعمل بقى الهيصة اللي احنا بنشوفها في الشمس دي كلها. يعني كل الهيصة دي والحرارة اللي بتجيلنا من النجوم والضوء اللي بيجيلنا من النجوم ناتج من انفجارات نووية. كل ثانية جوه النجم بيحصل ملايين الانفجارات النووية، هي اللي بتطلع الطاقة دي كلها. طيب يبقى كده النجم كضوء وحرارة وطاقة وكل حاجة عبارة عن شوية ذرات هيدروجين. طيب هي ذرات الهيدروجين اللي جوه النجم دي عددها لا نهائي؟ لا، يعني أكيد ليهم عدد معين، هم صحيح عددهم ضخم جدا، تمام، تبع حجم النجم، يعني صغير ولا وسط ولا كبير ولا ايه، بس ليهم عدد، تمام، مهما كان عددهم ده ضخم بس ليهم عدد. فانت لما بتعمل بينهم، لما بيبقى في ذرتين من هيدروجين مثلا دخلوا في تفاعل نووي وحصل انفجار، خلاص الذرتين دول بالسلامة، يعني طلع منهم فوتونات ضوء وطلع منهم حرارة وطلع منهم كل حاجة وخلاص، والذرتين دول بالسلامة. فهيجي يوم والنجم ده هيخلص منه الهيدروجين، كل ذرات الهيدروجين اللي في النجم دي هتخلص، تمام، وده هيحصل لكل النجوم والشمس وكل حاجة، تمام. ففي الحالة دي النجم بيموت، العلماء بيسموها ان هو بيموت يعني. فالنجم بيموت امتى؟ لما مخزونه من ذرات الهيدروجين يخلص، لان خلاص ما عادش في حاجة تعمل انفجار نووي، ما عادش في حاجات تدخل في تفاعل نووي، فخلاص النجم بيموت ازاي بقى؟ لما النجم يجي يموت، طبعا انا مش هعرف اصورها لكم كده، لا ما عنديش لا مهارات الجرافيكس ولا اي حاجه اللي تخليني اعمل لكم الحاجات دي، بس طبعا يعني اليوتيوب مش هتغلبوا في الحاجات دي، انيميشن كتير قوي. المهم، النجم لما بيجي يموت اللي بيحصل ان هو بينكمش على نفسه كده، حجمه بيصغر، لان الطبيعي خلاص يعني ما عادش في ذرات هيدروجين، فالهلومه والهيصه دي كلها خلاص ما عادتش موجوده، فبينكمش على نفسه كده ويبتدي يعمل مكان صغير كده او جسم صغير. احنا طبعا الموضوع بتاع البلاك هول ليه علاقه برضو بالجاذبيه اللي احنا اتكلمنا فيها، فعشان كده كان لازم ابتدي بالكلام عن الجاذبيه، وهتلاحظوا ان موضوع الجاذبيه هو اللي خد الوقت الاكبر، لان كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه، تايم دايليشن، سبيس تايم فابريك، ورم هول، البلاك هول، كله مبني على الجاذبيه، تمام. يعني حتى يعتبر في رأيي الشخصي أنا يعني أحد أكبر الإنجازات اللي أينشتاين عملها في حياته إن هو عرفنا يعني إيه جاذبية. المهم، كنت بقول إيه؟ الجاذبية إحنا قلنا مرتبطة بالكتلة، تمام، مش بالحجم، تمام. أنا ممكن أكون في بداية الفيديو قلتها غلط، بس رجعت صححتها تاني. هي مش مرتبطة بالحجم، يعني مش الجسم اللي حجمه كبير جاذبيته كبيرة، تمام، لا. ياما في كواكب حجمها ضخم بس جاذبيتها مثلا ممكن تكون اقل من جاذبية كوكب اصغر منها شوية. الجاذبية مرتبطة بالكتلة. تاني اشرحها لكم تاني سريعا علشان تفهموا.
انا لو جبت حته القماشه هي مفروده، تمام، لو جبت بالونه، بالونه كبيره، تمام، بالونه قد كده، تمام، وحطيتها على حته القماشه دي، هيحصل ايه؟ هيحصل كيرف، بس يعني كيرف بسيط قوي، مش بالونه. لو جبت هي كبيره، حجمها كبير قوي، تمام، بس ملهاش كتله، ملهاش يعني قيمه، مش هتعمل كيرف في السبيس تايم فابريك، يعني هتعمل كيرف بس قليل قوي. لو جبت بليه صغيره قد كده اهو، بليه صغيره خالص كده، وحطيتها في السبيس تايم فابريك، هتعمل كيرف اكبر، ويمكن اكبر بكتير من الكيرف اللي البالونه عملته، تمام. آه ف... فدي الفكره، ان الجاذبيه مرتبطه بكتله الجسم، تمام، مش بحجمه. اللي بيحصل بقى ايه؟ النجم لما بيموت قلنا بينكمش على نفسه. بينكمش على نفسه يعني ايه؟ يعني كل المادة اللي بقصد بيها هنا الذرات اي حاجة تانية موجودة جوه النجم ده، بتبتدي تتجمع على بعضها، تمام. بدل ما كانت مفرودة كده وفي ذرة هنا وذرة هنا وذرة هنا، بيبتدوا يلموا على بعض، تمام. فالحجم بيقل لان الذرات اللي الجسم متكون منها بدأت تقرب من بعض، تمام. بس بالتالي الكتلة بتزيد، بدل ما كان مثلا في ذرة هنا وزنها كذا، وذرة هنا لوحدها وزنها كذا، وذرة هنا لوحدها وزنها كذا، وفي فراغ بينهم، بدأوا يتلموا مع بعض فعملوا كتلة في المكان الصغير ده. الكتلة دي لوحدها وزنها هو وزن الذرات دي مجتمع. أتمنى تكون الفكرة وصلت، تمام. فصحيح الحجم قل قوي، بس الكتلة بتزيد. كل ما النجم ينكمش على نفسه كتلته بتزيد جدا، تمام، لغاية ما يبقى كتلته ضخمة جدا جدا جدا، تمام. هي صحيح ممكن يبقى شاغل مساحة صغيرة قوي من الفضاء اللي هو موجود فيه، بس كتلته ضخمة جدا لأن عدد ضخم جدا من الذرات متجمع في مساحة صغيرة قوي فعامل كتلة ضخمة، تمام. آه فدلوقتي الجسم ده بما ان كتلته ضخمه جدا، فبالتالي تبع بقى نظريه السبيس تايم فابريك اللي احنا قلناها، هيبقى عامل ايه؟ هيبقى عامل كيرف ضخم جدا، تمام. كيرف ممكن يبقى بالشكل ده، تمام. يعني تخيل بليه مثلا، بالنسبه للمساحه اللي احنا بنتكلم فيها دي، تخيل بليه صغيره بس تقيله قوي، يعني حتى مش البليه الازاز، تخيل بليه صغيره جدا بس تقيله قوي قوي قوي. هتعمل ايه؟ البليه العاديه مثلا ممكن تعمل كيرف كده، تمام. انما مثلا بليه تقيله قوي هتعمل كيرف عامل كده. طب ليه عامل كده؟ لان هي البليه تقيله، فسحبه معاها السبيس تايم فابريك لتحت، بس حجمها صغير فالجوانب دي مقفوله على بعض كده، تمام. غير مثلا لو جسم تقيل برضه، ممكن جسم تاني نفس الكتله بس تخين شويه كده، تمام، هيبقى عامل نفس الكيرف، نفس المسافه لتحت بس مفروده كده، تمام. يعني نفس مساحه الكيرف، تمام، بس مفروده شويه كده. ليه؟ لان الجسم واخد مسافه. فهو البلاك هول نفس الفكره، واخد مساحه حجم صغير قوي، بس كتلته ضخمه جدا فعامل كيرف كبير قوي في السبيس تايم فابريك. الفكره في ايه بقى؟ ان اي جسم بيعدي قريب من الكيرف ده هيتسحب، تمام، لانه كيرف تقيل، يعني سوري، كيرف كبير. سوري. الكيرف كبير قوي، فاي حد معدي مش هيعرف يفلت. بمعنى لو الكيرف عامل كده، تمام، نزل انحناء بسيط كده، تمام. انا مثلا لو على الحرف هنا قدامي فرصة، لو معايا طاقة شوية في الصاروخ اللي انا راكبه او سفينة الفضاء اللي انا راكبها، لو معايا طاقة شوية ادوس بنزين شوية زيادة، هقوم ايه؟ طالع كده. طب لو انا موجود في الحتة دي، انا كده بقيت تحت شوية في الكيرف، تمام. انا ممكن اطلع برضو بس محتاج طاقة اكبر، محتاج بنزين زيادة علشان اطلع من الحتة دي. زي مثلا اللي بيركب عجلة، تمام. انا شخصيا بعاني من الموضوع ده هنا.
اللي بيركب عجلة لما بيكون طالع من منحدر كده، تمام، بيحتاج يبدل اكتر علشان العجلة تقدر تطلع. لو بطأ شوية، تمام، ودي نصيحة للي بيركبوا، اللي ناويين يركبوا عجل يعني، علشان المأساويات الشخصية اللي بتحصل دي. لو البدال سرعة تبديله بطأت سنة، ممكن يلاقي نفسه ايه، نزل لتحت، اتسحب لتحت، تمام. فهي نفس الفكرة. انت لو راكب في سفينة فضاء وعلى كيرف، على اطراف كيرف بتاع جسم معين، عامل كيرف معين في السبيس تايم فابريك، ممكن تطلع من الكيرف ده. لو اديت السفينة اللي انت فيها طاقة زيادة شوية هتطلع. كل ما تبقى تحت في الكيرف كل ما تحتاج طاقة أكبر، تمام. طب تخيل كيرف بقى اللي احنا بنتكلم عليه بتاع البلاك هول عامل كده، تمام، يعني حاجة شبه كده يعني، عامل كده. انت لو فوق خالص هنا، تخيل نفس المثال بتاع العجل. تخيل انت راكب عجلة وطالع بيها طريق عامل كده، او مش طالع يعني، تخيل انت راكب عجلة وجاي كده وجيت عند النقطة دي. انت صحيح على اطراف الكيرف، على اطراف الانحدار، بس عشان الانحدار ستيب قوي، عشان الانحدار نازل شارب كده، تمام، ممكن ما تلحقش تخلع، تمام، مهما كانت الطاقة اللي معاك هتقوم نازل، تمام. فانت علشان لو انت على اطراف الكيرف بتاع النجم الميت ده، ممكن تخلع يعني، مهما حتى لو انت تحت خالص ممكن تخلع، بس كمية الطاقة اللي انت محتاج تديها للسفينة اللي انت راكب فيها علشان تطلع من الكيرف ده، حتى الآن احنا ما نقدرش نولدها، يعني انت تقدر تطلع. حتة ان اللي بيدخل في البلاك هول، النجم الميت ده دلوقتي بقى اسمه بلاك هول، عشان كده احنا بنتكلم عن البلاك هول. حتة ان اللي يدخل بلاك هول ما يقدرش يخرج، هي مش حقيقية من منظور معين. انك تقدر تخرج، بس انت محتاج كمية طاقة تديك دفعة تطلعك من الكيرف ده. بس الفكرة ايه، علشان الكيرف بتاع البلاك هول شديد شوية، فكمية الطاقة اللي انت محتاجها علشان تطلع من الكيرف ده ضخمة جدا جدا جدا، بحيث احنا ما لغاية دلوقتي بامكانياتنا، ولا امكانياتنا كمان شوية قدام كده تقدر تولدها، تمام. المهم يعني، ما حدش عارف المستقبل هيحصل فيه ايه. فدي الفكرة بتاعت البلاك هول. طب هو ليه اسمه بلاك هول، تمام؟ الفكرة في ايه؟ الضوء، احنا قلنا اي جسم خلاص هيعدي على اطراف الكيرف ده بالسلامة، هيتشفط تحت، تمام. بيحصل فيه ايه تحت بقى؟ اكيد دي هنجيلها دلوقتي. دي اتقالت في الفيلم. لا، ما اعتقدش انها اتقالت في الفيلم ده. آه في واحد عالم فيزياء هو اللي قالها بعد الفيلم. المهم يعني، طيب لو شعاع ضوء معدي، احنا خلاص عارفين برضو بفضل اينشتاين ان الضوء، قبل اينشتاين كانوا فاهمين ان الضوء عبارة عن موجات، ملوش طبيعة مادية، مش جسم مادي. بس اينشتاين جه قال ان الضوء عبارة عن اجسام مادية بتتصرف، او يعني ليها behavior، ليها سلوك شبه سلوك الموجات، تمام. اللي هي الطبيعة المزدوجة للضوء، دي درسناها في ثانوي، ودي كانت واحدة من الثلاثة بيبرز اللي خلوا اينشتاين ده يعني عالم. المهم، فشعاع ضوء معدي، طبعا احنا خلاص عارفين دلوقتي ان الضوء ده عبارة عن شوية اجسام مادية صغيرة كده اسمها فوتونات. فشعاع الضوء معدي على اطراف الكيرف، تمام. ايه اللي هيحصل؟ الضوء سرعته ضخمة جدا، السرعة دي بتديله طاقة تخليه يطلع يعدي من أي كيرف بتاع أي جسم في الدنيا، تمام؟ طيب، اللي هي الطاقة اللي احنا بنتكلم عليها. عشان كده الحتة اللي جاية دي هتوضح لكم ليه احنا بنقول ان مستحيل تقدر تخرج من بلاك هول لو دخلت فيه نظريا. الضوء أسرع حاجة احنا نعرفها، و اينشتاين اثبت ان تقريبا يعني، انا مش متابع الحته دي قوي، بس يعني هقول اللي اعرفه من اللي قريته من اينشتاين،
مستحيل حد يقدر يوصل لسرعة الضوء، لأنه هو أثبت إن كل ما الجسم يزيد كتلته بتزيد، فهتوصل لمرحلة معينة الكتلة الكبيرة دي هتخليك تقيل شوية فهتبطأ سرعتك، فمش المهم يعني. هو أثبت إن مستحيل جسم يقدر يوصل لسرعة الضوء. آه، فتخيل الضوء بقى بكل سرعته الجبارة دي والطاقة اللي معاه دي، اللي تقدر تعديه من أي كيرف جاذبية في السبيس تايم فابريك في الدنيا، ما يقدرش يعدي من الكيرف بتاع البلاك هول. لو جه في الكيرف بتاع البلاك هول، عشان الكيرف بتاع البلاك هول شديد منحدر قوي كده وشديد قوي، شعاع الضوء لما يجي فيه هيقع لتحت، مش هيعرف يعدي بالطاقة والسرعة الجبارة اللي في الضوء دي كلها. مش هيعرف يعدي، بيقوم واقع، بيقع جوه الكيرف وما بيعرفش يخرج. تمام. فعشان كده هما بيقولوا مستحيل تقدر تخرج من البلاك، يعني مش مستحيل نظريا يعني، تقدر مستحيل عمليا، سوري، مستحيل عمليا تقدر تخرج من البلاك هول، لان الضوء بكل جبروته وسرعته وقوته وطاقته ما مش عارف يخرج، ما بالك بقى احنا. تمام. طيب ايه اللي بيحصل؟ سوري. ايه اللي بيحصل لو انت مثلا، فلنفترض انت لا قدر الله في يوم من الايام رحت ناحيه، سوري، احنا ما قلناش ليه بيسموه بلاك هول. احنا ايه المميز في اللون الاسود؟ تمام. ليه اللون الاسود احنا بنشوفه اسود؟ يعني المفروض احنا عارفين ان مثلا الورقه دي لونها احمر ليه مثلا، او فوشيا، والله اعلم لونها ايه. عشان الورقه دي سوري مصبوغه. الورقه دي مصبوغه بماده، لما الضوء بينزل عليها المادة دي بتمتص كل الموجات بتاعة الضوء، ما عدا الموجة اللي بتدي لعينينا اللون الأحمر. تمام. عشان كده احنا بنشوفها باللون ده. طيب اللون الأسود، طبعا أنا أعتقد المعلومات دي انتوا كلكم عارفينها. اللون الأسود بنشوفه أسود ليه؟ لأن القماشة دي معمولة من مادة، أو مصبوغة يعني بمادة، لما الضوء بيقع عليها بتمتص كل الموجات. مفيش ضوء بيرجع لي من القماشه دي. عشان كده انا بشوف المكان ده كده اسود. ليه؟ لان مفيش ولا شعاع ضوء جاي لي من الناحيه دي، ولا شعاع ضوء. تمام. فعشان كده البلاك هول مكانه في الكون بيبقى اسود، لان الضوء مش الضوء لما بينزل المفروض احنا بنشوف الحاجه ازاي، الضوء بينزل عليها وينعكس يخرج لنا منها، فبيجي بقى لعينينا فبنشوف. تمام. الضوء بقى اللي بيدخل بلاك هول زي ما قلنا دلوقتي وشرحنا ما بيخرجش، ما بيطلعش منه، فما بيوصلناش منه ضوء. فعشان كده الحته اللي فيها البلاك هول، الحته اللي فيها النجم الميت دي، بنسميها. طبعا مش اي نجم بيموت، والا كان كل الكون مترشق بلاك هولز. مش اي نجم بيموت بيعمل بلاك هول، حسب الكتله يعني. المهم فعشان ما فيش ضوء بيخرج لنا منه فبنشوف المكان ده اسود، عشان كده اسمه بلاك هول. عشان كده اسمه بلاك هول، علشان اي حاجه بتدخل جوه ما بتخرجش، فعشان كده مسمينها هول، فتحه يعني او خرم. فدي البلاك هول. لو افترضنا بقى على سبيل المثال جسم بشري، تمام، نازل في بلاك هول، ايه اللي بيحصل؟ طبعا انت كل ما تقرب، انت خلاص لبست، انت وقعت جوه البلاك هول، كل ما تقرب من البلاك هول نفسه، من الجسم نفسه، الجاذبيه اللي انت متاثر بيها بتزيد، فسرعه انجذابك ليه بتزيد. تمام. بمعنى انا دلوقتي بدات اقع في الكيرف بتاع البلاك هول، بدات اتشدله. لو انا لسه بعيد قوي عنه، تمام، انا بتشدله بس بالراحه شويه، يعني لسه السرعه مش عاليه. تمام. بس انا ما زلت بتشدله. كل ما اقرب منه فبيبدا يتملك مني اكتر، بتبدا الجاذبيه بتاعته تاثر عليا اكبر لان انا قربت منه. تمام. زي مثلا اقول لكم مثال بسيط جدا. هات مغناطيس صغير
وهات شوية حديد، نشارة حديد او اي حاجة يعني معدنية صغيرة، وحطها بعيد شوية عنه، هتلاقيها ما اتأثرتش. افضل قربها لغاية ما توصل للمجال المغناطيسي بتاع المغناطيس ده. هتلاقي الحديدة دي بتبدأ تتسحب للمغناطيس بالراحة، وكل ما تقرب من المغناطيس سرعتها بتزيد لغاية ما تبقى في مكان معين، هتلاقيها تتشد بسرعة قوي للمغناطيس. فهي نفس الفكرة يعني. فانت لو جسمك بيقع في البلاك هول، هو عالم فيزياء اسمه تايريس، هو تايسون، اعتقد اسمه تايسون، هو اللي قال اللي شرح الموضوع ده. فانت بتنزل، تمام، جسمك فنفترض انك نازل برجلك، تمام، يعني رجلك هي اللي تحت وراسك فوق. عادي مفيش مشكلة، انت نازل بتتشد ناحية البلاك هول، تمام. هتموت قشطة، تمام. بس الموضوع مش بس انك هتموت، انت هتتعذب قبل ما تموت. ازاي؟ انت نازل ناحية البلاك هول ونازل برجلك زي ما قلنا وراسك فوق. فانت كل ما بتقرب السرعة اللي انت بتتسحب بيها بتزيد، تمام. هتوصل لمرحلة انت رجلك تحت، لو واحد مثلا طويل شوية زي كده، انا رجلي بعيدة عن راسي، انا مثلا طولي كام؟ اعتقد اخر مرة قست كان 185 سنتي حاجة كده. فانا رجلي من تحت خالص بعيدة عن راسي بمسافة 185 سنتي. المسافة دي مش هتفرق في الأول وأنا بتشد وأنا بتسحب في البداية كده عادي. هاجي في مرحلة معينة، تمام، وهيبقى إيه؟ السرعة اللي البلاك هول بيشد بيها رجلي أكبر بكتير جدا من السرعة اللي بيشد بيها راسي، لأن في مسافة 185 سنتي بين الاتنين، تمام. فإيه اللي هيحصل؟ هيبتدي أطرافي تتقطع. ليه؟ لأن أنا دلوقتي هو بيشد راسي بقوة معينة، بس رجلي بتتسحب بقوة أكبر بكتير، تمام، لأنها أقرب له. فهتبتدي جسمي يتقطع، تمام. بعد كده هيحصل إيه؟ كل حتة منهم هتتعرض لنفس الفكرة. يعني دلوقتي خلاص رجلي بالسلامة، مسحوبة لوحدها، اتفصلت عني ومسحوبة لوحدها، تمام. هتيجي في مرحلة معينة ويبقى السرعة اللي بيسحب بيها صوابع رجلي أكبر من السرعة اللي بيسحب بيها مثلا ركبتي، تمام. فنفس الفكرة هيتفصلوا عن بعض، وتفضل تحصل كده كده لغاية ما الجسم كله يتفكك لذرات، تمام. فده اللي هيحصل لك يعني لو نزلت في بلاك هول. المهم، فدي الحتة دي هي واحدة من يعني اللي بيميز الفيلم ده واللي مخليه متميز خصوصا في الأوساط العلمية، إن هو أحد الأفلام القليلة قوي في أفلام الخيال العلمي اللي فيها دقة علمية كبيرة جدا. يعني معظم الأفلام الخيال العلمي بتميل، وده عادي يعني بيحصل عشان الحبكة الدرامية، بتميل إنها تعمل حاجات غير صحيحة علميا في الفيلم علشان تعدي القصة، تمام. بس الفيلم ده بيتميز ان هو احد الافلام النادرة قوي في افلام الخيال العلمي اللي محافظ على الدقة العلمية قدر الامكان. الفيلم ما فيهوش غير غلطتين، دي واحدة منهم، ان ما ينفعش اللي حصل، يعني بطل الفيلم دخل جوه البلاك هول ودخل سليم، دي ما ينفعش تحصل زي ما انا شرحت دلوقتي. الغلطة التانية بس دي ما يعني مش هتكلم فيها، احنا عدى ساعة وانا بصراحة يعني خلاص بقيت جعان قوي. الغلطة التانية اللي هي الكوكب الاولاني اللي راحوه، الجاذبية بتاعته كانت جاذبية لانه هو قريب من بلاك هول. اللي شاف الفيلم يعني الكوكب ده قريب قوي من بلاك هول، ففي جاذبية معينة عند الكوكب ده. موجة المية العالية قوي الستيب دي ما ينفعش، كان علميا المفروض الموجة تبقى كبيرة بس تكون عاملة كده، يعني ايه، زي يعني هي ضخمة بس تكون عريضة وعاملة يعني مش حادة قوي، مش شارب قوي من فوق كده زي ما كانت ظاهرة في الفيلم، لا تكون ايه، عاملة كده، تمام. فدول الغلطتين الوحيدين علميا يعني في الفيلم.
أم، فبس هنفترض زي ما حصل في الفيلم انك قدرت تدخل جوه البلاك هول. تمام. ايه اللي هيحصل بقى؟ احنا عارفين ان احنا عايشين في عالم ثلاثي الابعاد. تمام. وعارفين من الافلام، مش هقول من الدراسه وكده، عارفين من الافلام ان في حاجه اسمها البعد الرابع، وعارفين من الافلام برضو ان البعد الرابع ده اللي هو الزمن. تمام. طيب يعني ايه البعد الرابع هو الزمن؟ النقطه دي النقطه دي لوحدها فيها فيديوهات ساعه وساعتين وثلاثه على اليوتيوب، بس انا يعني ايه هحاول هختصر لان انا اساسا عايز انام وعايز اكل و... و يعني الفيديوهات كتير موجودة على اليوتيوب. اللي عايز انا هقول يعني ما يكفي لفهم النقطة العامة، بس اللي عايز يعرف تفاصيل في حاجات كتير على اليوتيوب بتشرح احسن مني بكتير. انا اساسا كل الكلام ده عرفته بالتفصيل من فيديوهات على اليوتيوب والحاجات دي. أم... طيب كنا بنتكلم عن البعد الرابع اللي هو الزمن. الزمن زي ما قلنا من شوية تم إثبات إن هو نسبي، مش حاجة مطلقة. تمام. يعني إيه البعد الرابع هو الزمن؟ يعني إيه بعد أصلا؟ البعد dimension هي حاجة بنقدر نتحكم فيها طالما إحنا عايشين في العالم بتاعها، بمعنى إن إحنا في عالم ثلاثي الأبعاد بنقدر نتحكم في أي حاجة حوالينا في طولها وعرضها وارتفاعها. تمام. طيب أم في دكتور فيزياء مشهور قوي اسمه حاجة جرين، مش فاكر الاسم بصراحة بس هو اسمه حاجة جرين. ده يعني واحد من الناس العباقرة. كان شارح الموضوع ده في تيد، كان موجود في تيد في مرة، فكان شارح الموضوع ده بطريقة حلوة قوي. تخيل انت قاعد في بيتك اهو وبتبص من الشباك، وفي على الناحية التانية من الشارع عواميد كهرباء وفي سلك كهرباء بين العمودين. تمام. طيب سلك الكهرباء ده من مكانك انت قاعد في بيتك باصص من الشباك من بعيد خالص، شايف له كام بعد؟ مم. انت شايف بعد واحد بس. سوري، انت شايف بعدين بس. العمود ده بالنسبة لك هو عبارة عن خط. سوري، وبعدين بعد واحد اللي هو الطول بتاعه. سوري، السلك الكهرباء ده بالنسبة لك من المكان اللي انت قاعد فيه انت شايفه عبارة عن خط وان دايمنشن. بس ده هو ده سلك الكهرباء بالنسبة لك. ليه؟ لأنك مش شايف إمكانياتك، مش مخليك شايف البعد التاني اللي هو السمك بتاع بتاع سلك الكهرباء. تمام؟ طيب تخيل بقى إنك آه السمك يعني السمك كعرض، يعني عرض السلك وارتفاعه. آه تخيل، هو كان يعني المثال ده عجبني جدا. تخيل دلوقتي نملة. تمام. نملة ماشية على السلك ده. النملة عندها اكسس للثلاث ابعاد بتوع السلك اللي انت مش شايف منهم غير بعد واحد بس. بمعنى ان النملة تقدر تمشي على السلك بطوله، وتقدر تمشي يعني او تقف عليه كده بالعرض، لو هو عريض شوية تقدر تمشي عليه بالعرض، وتقدر تلف حواليه، يعني تقدر تاخد البعد الثالث كمان اللي هو تنزل، اللي هو ارتفاعه تنزل كده وتلف حوالين السلك. فالنملة إمكانياتها تخليها تقدر تأكسس وتتعامل مع الثلاث أبعاد بتوع السلك، بس أنت إمكانياتك مخليك شايف بعد واحد بس. فهي نفس الفكرة. إحنا في العالم بتاعنا نقدر نأكسس الثلاث أبعاد بتاعت أي جسم، نقدر نتحكم فيهم، نغيرهم، نعمل فيهم اللي إحنا عايزينه. بس البعد الرابع اللي هو الزمن إمكانياتنا مش مخليانا شايفينه، مش قادرين نتعامل معاه. طيب لو افترضنا ان احنا في يوم من الايام قدرنا نفك الشفرة دي، قدرنا
نتعامل مع البعد الرابع اللي هو الزمن. تمام. هيبقى هنبقى عايشين. الفكرة دي قايمة ان الزمن عبارة عن دايمنشن مادي زيه زي بقية الدايمنشنز، زي الطول والعرض والارتفاع. تقدر تغيره، تقدر تتحكم فيه، تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه. طبعا دي نظريات. تمام. طيب احنا دلوقتي لما بنحب نتخيل وان دايمنشن بنتخيله ازاي؟ خط. تمام. في فيديو حلو قوي على اليوتيوب، انا هبقى حاطط اللينكات بتاعت الحاجات دي كلها. ففي فيديو حلو قوي عامل انيميشن كده ظريف بيبين لك الابعاد، حتى اكتر من 4 ابعاد. تمام. اللي بيحصل ايه؟ 1 دايمنشن عباره عن 0 دايمنشن عباره عن ايه؟ نقطه، صح؟ طيب لو عايزين نزود عليها 1 دايمنشن كمان، تمام، بحيث تبقى بدل ما هي 0 دايمنشن تبقى 1 دايمنشن، بنعمل ايه؟ بناخد النقطه دي ونحط قدامها نقطه تانية زيها ونوصل بينهم. تمام. فبيطلع لنا ايه؟ خط. الخط ده عباره عن 1 دايمنشن. تمام، اللي هو الطول يعني. طيب عندنا جسم 1 دايمنشن اللي هو الخط. تمام. طبعا احنا مفترضين ان الخط ده عرضه 0 وارتفاعه 0، الا كان مش 1 دايمنشن. تمام. طيب احنا عندنا جسم 1 دايمنشن، عايزين نزود عليه دايمنشن كمان، عايزين نشوف شكله هيبقى عامل ازاي لما يكون 2 دايمنشن. هنعمل ايه؟ هناخد الجسم ده زي ما هو ونرسم قدامه جسم تاني زيه بالظبط. يعني هيبقى عندنا خط اهو، هنرسم قدامه خط تاني ونوصل بينهم، نملى المساحة اللي بينهم. هيطلع لنا ايه؟ مربع او مستطيل، يعني حسب هيطلع لنا مستطيل. تمام. المستطيل ده عبارة عن جسم 2 دايمنشن، احنا عارفين طبعا الكلام ده. طيب عندنا مستطيل 2 دايمنشن، عايزين فاحنا كده عارفين شكل الاجسام ال 2 دايمنشن عاملة ازاي. تمام. عايزين نعرف الاجسام ال 3 دايمنشن شكلها عامل ازاي. نقوم عاملين ايه؟ نفس الفكرة، هي نفس الفكرة. ناخد الجسم ال 2 دايمنشن ونمده ونجيب نرسم قدامه جسم تاني 2 دايمنشن زيه. يعني المستطيل اهو، هنرسم قدامه مستطيل تاني زيه ونملى المساحة اللي بينهم. يطلع لنا ايه؟ متوازي مستطيلات، او لو هم مربعات هيطلع لنا مكعب. تمام. فده الشكل بتاع ال 3 دايمنشن. نفس الفكرة. تمام. بس طبعا مش هتقدر تتخيلها غير لما تشوفها قدامك، فانصحكم تشوفوا الفيديوهات اللي انا حاطط لينكاتها، هتلاقوها مرسومة. بس هي نفس شكل اللي انتوا شفتوه في الفيلم. انا عندي المكعب ده او متوازي المستطيلات ده عبارة عن 3 دايمنشن. تمام. طب انا عايز اعرف الفور دايمنشنز شكلهم عامل ازاي. اقوم عامل ايه؟ نفس الفكره، نفس الكونسبت. هقوم واخد المكعب ده اللي هو ال 3 دايمنشن بادي ده، وارسم قدامه واحد زيه بالظبط، واملى المساحه اللي بينهم. هيطلع لي شكل الجسم الفور دايمنشن عامل ازاي. بس طبعا يعني بشوفوا الفيديو اللي انا هحط اللينك بتاعه عشان تتخيلوها، لان مهما وصفت لكم مش هتقدروا تتخيلوها. ده الجسم الفور دايمنشن بيسموه تيسراكت. تمام. فهم في الفيلم انت هم دلوقتي نظريا انت لو قدرت توصل للتيسراكت ده اللي هو الجسم رباعي الابعاد، وبما ان البعد الرابع هو الزمن، فانت لو قدرت تاكسس التيسراكت ده هتقدر زي ما بتقدر تتحكم في الطول والعرض والارتفاع، هتقدر تتحكم في الزمن. هتقدر الزمن هيبقى قدامك مفروض كده اهو. تقدر طبعا دي نظريات يعني، بس ايه، الله اعلم. آم... هتقدر تاكسس الزمن كله، تقدر تجيبه كده تجيبه كده، تعمل اللي انت عايزه زي ما انتوا شفتوا في الفيلم. فدلوقتي التسراكت ده المشكله ايه علاقه بقى التسراكت بالبلاك هول؟ ليه لما دخل جوه البلاك هول، بغض النظر عن حته ان هو دخل جوه البلاك هول، ليه لما دخل جوه البلاك هول بقى يقدر وصل للبعد الرابع؟ تمام. احنا قلنا ايه؟ افتكروا الكلام في الاول خالص، ساعه وربع. يا نهار ابيض، مش عارف انتوا هتشوفوا الفيديو ده ولا لا، بس يعني ربنا يستر. تخيل انت جوه
ال احنا قلنا في الاول انك لما تبقى موجود على كوكب جاذبيته كبيرة، الوقت بالنسبة لك انت بيعدي ابطأ من الوقت في اماكن تانية جاذبيتها اقل شوية. تمام. كل ما تنتقل على جسم تاني جاذبيته اكبر، الوقت بيعدي ابطأ. تمام. انت دلوقتي كنت على كوكب الساعة فيه بتعدي 7 سنين على كوكب تاني. رحت على كوكب جاذبيته أكبر، الساعة هتعدي 50 سنة. رحت على كوكب جاذبيته أكبر، الساعة هتعدي 100 سنة. رحت على كوكب جاذبيته أكبر، الساعة هتعدي 1,000,000 سنة. whatever. تمام. احنا متفقين بقى ان البلاك هول عبارة عن ايه؟ أكبر جاذبية موجودة في الكون. تمام. نظريا طبعا، لان ما حدش جرب وراح بلاك هول يعني وحتى لو حد راح مش هيرجع لنا سليم. نظريا لو انت جوه البلاك هول الزمن هيتوقف، الزمن هيبقى صفر. بمعنى ان انت ما ينفعش اساسا نقول الساعة اللي هتعدي عليك هتعدي 7 سنين في حتة تانية، لان انت خلاص ما عندكش زمن اصلا. انت اساسا دلوقتي جوه عشان كده هما بيقولوا انك لو دخلت جوه البلاك هول هتبقى في البعد الرابع، لان خلاص ما فيش زمن بيعدي عليك اصلا. تمام. يعني تخيلوها بالتسلسل ده، بتروح على جسم جاذبيته كبيرة، الزمن بيبقى بطيء. جسم جاذبية أكبر الزمن هيبطأ شوية، جسم جاذبية أكبر الزمن هيبطأ قوي، لغاية ما توصل إنك لو دخلت جوه البلاك هول خلاص مفيش زمن اصلا بيعدي عليك. تمام. عشان كده دي الحته بقى اللي محيره الناس في الفيلم. معلش انا كان لازم اقول الساعه وربع دول علشان تفهموا الحته اللي في الفيلم دي. اخر الفيلم الراجل لما دخل جوه البلاك هول كان عدى الراجل لما دخل البلاك هول وخرج منه كان عدى 50 سنه على الناس بتوع الارض. بالاضافه لكده ان هو كان الاكسجين بتاعه خلصان اصلا، او خلاص فاضل له حبه بسيطه ويخلص. تمام. وعدت ال 50 سنه دول وما كانش الاكسجين خلص. تمام. ليه بقى؟ الراجل بالنسبه له هو حس وهو جوه البلاك هول ان عدى عليه 5 دقايق مثلا او حاجه، زي ما شفته في الفيلم. هو بالنسبه له هو حس ان هو شويه اللي هو عملهم جوه البلاك هول دول 5 دقايق، يعني ما عملش حاجه يعني. تمام. زي ما قلنا البلاك هول الزمن متوقف تماما. انت ما بيعديش عليك اي زمن بالنسبه للناس اللي بره. يعني الناس اللي بره يعدي عليهم 50 سنه 600 سنه مليون سنه، انت ما عداش عليك ثانيه واحده بالنسبه لهم هم. انت ممكن تبقى حاسس انك قعدت جوه البلاك هول او جوه التسركت بقى اللي هو البعد الرابع 5 دقايق، بس هم بالنسبه لهم انت ما عداش عليك اي وقت خالص، لان الزمن بالنسبه لك متوقف. فانت طول ما انت قاعد جوه البلاك هول الزمن بالنسبه لك زيرو، الزمن ما بيعديش. بره الزمن ماشي زي ما هو، شغال زي ما هو. تمام. فده اللي حصل. هو علشان كده نظريا بيقولوا انك لو دخلت جوه البلاك هول هتبقى في البعد الرابع اللي هو التسركت. تمام. اللي هو انك تقدر خلاص ما عادش في زمن بالنسبه لك، لانك انت تقدر تتحكم في الزمن اصلا. تمام. نظريا. اللي حصل ان هو دخل جوه البلاك هول وقعد يلعب شويه ومش عارف ايه، وقعد يعمل شويه حاجات كده، وبعدين خرج منه. تمام. او مش خرج منه بقى، علشان الحته دي هتخرج منه ازاي. التسراكت انهار، البلاك هول اتفكك، خلاص ما عادش فيه بلاك هول في الحته دي. تمام. خلاص اتفك، يعني ما عادش فيه. فهو كان جوه البلاك هول، فالبلاك هول خلاص اتفك، ما عادش موجود، اتفك من بعضه. تمام. فهو طلع سابح كده في الفضاء. تمام. لان البلاك هول كان موجود في المنطقه اللي فيها الورم هول. لو فاكرين هم عدوا من الورم هول لقوا الكوكب، كان اول كوكب يقابلهم مين؟ الكوكب اللي جنب البلاك هول. فالبلاك هول كان في الحته اللي فيها الورم هول. تمام. فلما البلاك هول اتفكك كان هو جواه، فلما اتفكك هو طلع في نفس المكان اللي هو جنب اعتقد زحل. فطلع في نفس المكان لان الورم هول كان في الحته دي. فلما الورم هول اتفك
هو كان موجود في الحتة دي. فهم كان عدى عليهم 50 سنة في الشوية اللي هو كان قاعدهم جوه البلاك هول. آم، بالنسبة لحتة الأكسجين، عشان في ناس اتكلمت فيها، الأكسجين بتاعه كان قرب يخلص. طب ازاي قعد 50 سنة والأكسجين ما خلصش؟ لأن هو بالنسبة له ما عداش ثانية. بالنسبة لجسمه، يعني بالنسبة للتركيب بتاع السراكت بتاع البلاك هول، هو ما عداش عليه ولا ثانية. ما عداش عليه ما فيش زمن عدى عليه خالص. فكان لسه يعني هو خرج بكمية الأكسجين البسيطة اللي يعني حتى هو لما بقى خرج من البلاك هول كان خلاص يعني هيغمى عليه، لأن الأكسجين كان قرب يخلص. وهو داخل أساسا البلاك هول كان الأكسجين أو هو جوه البلاك هول كان الأكسجين قرب يخلص. فهي دي تفسير الحته، انه هو البلاك هول وهو جوه البلاك هول الزمن بصفر، ما بيعديش عليه زمن اصلا. فالاكسجين بالنسبه له هو الشويه اللي هو الزمن اللي عدى عليه بيتنفس، او ال 50 سنه اللي عدوا بره هم عدوا عليه ما فيش اساسا. تمام. فده تفسير الحته دي. بس بعد كده خدوه بقى وراح قابل بنته اللي بقت قد جدته، و والبنت التانية كانت مستنياه على الكوكب التاني اللي هناك. لأن الكوكب التاني برضو فيه تايم دايليشن وفيه فرق وقت، فالبنت التانية ما كانتش كبرت قوي وشوية الحاجات دي. آه ساعة وتلت. ماشي. آه أتمنى إن انتوا تشوفوا الفيديو ده لآخره طبعا، أو إن شاء الله على أجزاء أو أي حاجة. وأتمنى إن انتوا يعني تكونوا استفدتوا. طب يعني برضه أنا هحط شوية لينكات لفيديوهات تانية اللي أنا قلت عليها في النص وأنا بتكلم، علشان فيها شرح أفضل بكتير كمان من اللي أنا قلته. فيها حاجات بقى زيادة اللي مهتم وعايز يعرف يعني. وزي ما قلت لكم برضو اللي مهتم ممكن يقرا الكتاب بتاع اينشتاين اسمه النظرية النسبية relativity. اللي عايزه مترجم عربي في منه نسخة في مكتبة الأسرة، حاجة رخيصة أوي ممكن تجيبه. مكتبة الأسرة ممكن تدخل تجيب 5 كتب ب5 جنيه، 20 كتاب ب5 جنيه، حاجة كده يعني. آه بس كده. السلام عليكم. يلا بقى عشان نروح.